بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة نور الزراعة أحييكم. معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد جامعة عين شمس. النهاردة هنتكلم عن إنتاج وزراعة محصول البطاطا بالمشتل. البطاطا الحلوة في المشتل. بتزرع البطاطا يا إما في الماء، طبعا بتحتاج من 25 إلى 40 يوم للإنبات، وبعد كده بتخرج الأوراق. مثال هذه ال الدرنة بتعمل إنتاجات من النموات الخضرية، وبعد كده بناخد النموات الخضرية نبدأ نزرعها في هذه الأرض المشتل في شهر 11 اللي هو شهر فبراير. طبعا بتزرع عقلة أو درنة زي كده، ماشي، أو بالعقل. مثال هذه، ماشي، دي عقل بتزرع في الأرض طبعا زي كده سليم. بتزرع في شهر 11، بتحتاج إلى مياه كثيرة. المشتل يحتاج من 45 إلى 4 شهور على حسب الأصناف، من 11 اللي هو شهر فبراير حتى شهر مارس اللي هو شهر 3. بيزرع بالأوراق الخضرية، العقل الخضرية أو الدرنات. يحتاج إلى التسميد خفيف من اللوري مع السماد البلدي في الأرض. وطبعا بعد كده بناخد الشتلات ديت نقلعها عقل 35 سنتي ب7 عيون. بتربط من 200 إلى 1000 عقلة في الربطة، وتؤخذ إلى أرض مستديمة وتزرع بها. أفضل طريقة لزراعة المشاتل هي طبعا العقلة الخضراء. مثال هذه، طبعا دي عقل خضراء مقطعة طبعا باتجاه البرعم إلى أعلى ولزراعتها. طبعا زراعة البطاطا من الزراعات المربحة ذات العائد المالي الكثير. بتحتاج طبعا لا تحتاج إلى كيماوي وأسمدة. طبعا زراعة موفرة، تزرع بأقل إنتاج، بأقل تكلفة وأعلى إنتاج. الفدان طبعا بيجيب من 20 إلى 30 طن. المشاتل طبعا ذات مكسب عالي. وفي الأراضي برضو بتزرع البطاطا، الفدان ممكن يجيب من 150 ل 200 ألف. زراعات منسية بتفضل كأعلاف للمواشي من النموات الخضرية والدرنات لأنها ذات قيمة عالية، ويستخدمها الإنسان في الغذاء لأنها ذات قيمة عالية مرتفعة. زي طبعا بتعالج كثير من الأمراض زي شرايين، يعني طبعا ممتازة للقلب والأطفال. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.